بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. مرحبا بكم في قناة كوسمو كويزين دي زاد. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وصفة اليوم كيك يومي بذوق الليمون، هش وخفيف واقتصادي وفي نفس الوقت سهل وسريع التحضير، وراح ينجح معاكم من أول مرة إن شاء الله. والحاجة المليحة في هذا الكيك يبقى لمدة أسبوع كامل رطب وطري، ما راحش ينشف. نتمنى لايك وبارتاج للفيديو واشتراك في القناة اللي مازالوا ما شاركوش. وهيا نمر مباشرة لمعرفة المقادير وطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. أولا راح نحتاج لثلاث حبات من البيض يكونوا بحرارة المطبخ. أضيف رشة ملح لتعديل الذوق. هنا راح نضيف 12 مغرف تاع ماكلة سكر عادي حبيبات، وهنا المكونات كاملة راح نكيلها بالمغرف تاع الماكلة، ما راحش نستعمل الميزان. بالدراب الكهربائي او الباتور راح ندرب السكر والبيض جيدا حتى يذوب السكر ويصبح الخليط كريمي ولونه فاتح. ثم أضفت 12 ملعقة كبيرة من الزيت و12 ملعقة كبيرة من الحليب، وهنا السوائل لازم يكونوا بحرارة المطبخ ما نحطوهمش باردين. وأضفت برش حبة تاع ليمون، وانتي حط الكمية اللي تحب انتي. وأضفت عصير نصف حبة ليمون، وهنا العصير راني صفيته. ونكمل ندرب بالدراب الكهربائي جميع المكونات حتى تندمج وتتجانس. وهذا هو القوام تاع الخليط اللي تحصلت عليه، راح نحطه على جنب ونروحو نحضروا الفرينه. هنا عندي 12 مغرف تاع اكل تاع فرينه. هنا كما قلت لكم المكونات كيلتها كامله بمغرف تاع الماكله. ثم اضفت على الفرينه 2 ملاعق صغار من خميره الحلويات. نخلط الفرينة مع خميرة الحلويات جيدا، ثم أضيفها للخليط الأول ونمررها عبر مصفاة هكا بين تخلصوا من التكتلات والحبيبات تاع الفرينة. نكمل نحرك بالفوي فقط حتى تندمج الفرينة مع الخليط الأول. وهذا هو الخليط اللي تحصلت عليه كما راكم تلاحظوا، ما هو ثقيل ما هو خفيف. والآن أصبح الخليط جاهز وممتاز. وهذا هو المول اللي راح نطيب فيه الكيك، شكله دائري قطره 20 سنتيمتر. دهنته مليح بالمارغرين ثم رشيته بالفرينة. وممكن ايضا تطيب الكيك تاعك في هذا النوع من الليمول الخاص بالموسكوتشو. نفرغ الكيك في المول اللي راح نطيب فيه. المهم كمية الخليط توالم لمول تاع 20 حتى 22 سنتيمتر. ونقوم بهذه الحركة بعود خشبي باه يجي سطح الكيك مستوي، ما تجيش جهة طالعة أو جهة هابطة. نضرب القالب على سطح العمل حتى نتخلص من الفقاعات الكبيرة، ثم إلى الفرن. نحطه في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 160 في الرف الوسط، والنار من تحت فقط. يدي وقت في الفرن من 35 حتى 40 دقيقة، هنا حسب قوة الفرن اللي عندك. وطبعا ممنوع نفتح باب الفرن قبل مرور 10 دقائق. وهكا الكيك صار جاهز. واش نقولكم على الريحة، راهي معبية المطبخ كامل. نخليها تبرد من ثم نقلبه على طبق التقديم. وهذا هو الكيك اللي تحصلت عليه بذوق الليمون. شوفوا كيما جا طري جا اسفنجي. راح نقلبه على وجهه هكايا باش نقوم بالتزيين. راح نزين الكيكة بتزيين سهل وبسيط جدا. راح نرش عليه كمية من السكر الناعم من فوق، وممكن ايضا تدهن الوجه من فوق بمربى المشمش او العسل، وترش فوقه نوى كوكو او كاوكاو او لوز ايفيلي. المهم التزيين يبقى اختياري. نقولوا بسم الله وراح نقسم معاكم قطعة باه تشوفوا الكيك من الداخل وتشوفوا مصداقية الوصفة. لاحظوا هنا جيدا شكله من الداخل. شوفوا هاد الهشاشة، جا اسفنجي، جا خفيف ومهوي وجا طالع ما شاء الله. جا طالع ما جاش معجن ما جاش مكدس من الداخل. اما الطعم فوق الخيال بطعم الليمون. وصفة ناجحة 100%. ننصحكم بها تجربوه ورجعوا لي رايكم في لي كومونتير وفي التعليقات. وممكن تقدموا هذا الكيك مع فطور الصباح او قهوة العصر، وايضا كلوجة للاطفال يديوه معاهم من المدرسة. وهذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها على كيك ما شاء الله. اسفنجي خفيف وطري ومهوي وطالع، ما جاش ثقيل ما جاش مكدس من الداخل، جا رطب ماشي ناشف. اما الذوق رائع بذوق الليمون.
أما المقادير فهي بسيطة وطريقة تحضير سهلة وسريعة. ننصحكم به تجربوا هذا الكيك وترجعوا لي رايكم في لي كومنتير. وهذه الوصفة تولم بزاف الناس اللي يحبوا الوصفات الناجحة دون كثرة المقادير ودون التعقيدات. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبتكم الوصفة واقتنعتوا بها دعموا القناة بالاشتراك والإعجاب والبارتاج، لأن هذه القناة راح تكبر بكم ومعاكم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.